السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد، يا رب تكونوا بخير. معاكم الكابتن محمد علي، مدرب شخصي، مدرب تأهيل عسكري، مدرب تأهيل إصابات، مدرب لياقة بدنية. هتكلم معاكم النهاردة على موضوع اتسأل لي كتير، وهو اخد دش ساقع بعد التمرين ولا اخد دش سخن. واغلب الشائع عندنا وهو ان انا اخد دش ساقع بعد التمرين. مش هطول عليك، بس قبل اي حاجة متنساش تعمل لي لايك للفيديو. لو بتشوف الفيديو على اليوتيوب متنساش تعمل اشتراك في القناة. لو بتشوف على الفيسبوك او الانستجرام او التيك توك متنساش تعمل لي فولو للصفحة. اول حاجة الشائع عندنا كمصريين هنا لازم تاخد دش ساقع. تمام، طيب يقول لك مفيد للعضلة والاستشفاء والكلام ده كله. وطبعا كلنا بنشوف فيديوهات ناس بتنزل في مية بتلج ومش عارف ايه والكلام ده. مش هنخش في تفاصيل الناس دي قوي، بس طبيب جراحة القلوب والأوعية الدموية الدكتور مجدي يعقوب قبل كده، واتسأل له السؤال ده مباشر، وقال الأفضل دش ساقع ولا سخن. جاوب، اتردد كام لحظة كده، ثانيتين كده أو أقل من ثانيتين، وبعد كده قال دش. فلقيت الدكتور اسمه فلاديمير خروشيف، هو دكتور أو طبيب جراحة القلب والأوعية الدموية برضو، هو طبيب روسي. تمام. قال العكس وحذر من المياه الساقعة، وقال إن هي ممكن تسبب تشنجات ومش مفيدة لصحة القلب. على المستوى العملي حتة الدش الساقع حرفيا ممكن يعني يسبب لك تشنجات، خصوصا انت مش متعود عليه. فلما تيجي تاخد دش تصرف ازاي في القصة دي كلها؟ خد دش دافي بعد التمرين، ولا ساقع ولا سخن. خليك دش شاور دافي بحيث انه يعمل لك استرخاء لجسمك. وزائد كده كمان احنا في وقت زي كده الجو عندنا مثلا ساقع جدا، فانا اكيد مش هاخد دش ساقع بعد التمرين، خصوصا ده هيبقى حمل كبير على جهازك المناعي. مقاومة البرد والتمرين والكلام ده معرض للضرر بشكل كبير. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. متنسوش تسألوا على عروض، متنسوش تقولوا لي رأيك في كومنت. اشوفكم في فيديو جديد.